طبيعي، انا شايف ان طبيعي ان الفرقه مش معقوله، مش من الطبيعي ان الفرقه تكسب على طول على فكره. مظبوط. لازم تحصل في خساره، يحصل في تعادل. الفرقه كانت ماشيه الفتره اللي فاتت ماشيه كويس حتى لو بالنتائج، يعني في ماتشات كتيره كان الاداء برضو مش كويس، هتلاقي النتيجه 1-0 او 2-1 او في كان فرقه يعني انا بس في الاخر ان انت بتلاقي لازم يبقى في نتائج ايجابيه، النتائج الايجابيه بالمكسب ب3 نقط. فحصل فالفريق عمل 9 ماتشات ولا 10 ماتشات مكسب، فدي حاجه كويسه. لما تيجي تتعادل او تخسر طبيعي جدا في الكوره، ومش لازم اعلق المشانق، ومش لازم ان انا اقول ان دي نهايه. بس هي المشكله الموقف بيحصل مع مين؟ هل الموقف بيحصل مع نادي عادي ولا بيحصل مع نادي الزمالك؟ يعني مع الاهلي الموقف بيتدرج بسرعه والفرقه بترجع طب ليه يا كابتن ابراهيم ليه نادي الزمالك دايما كده؟ لان لما بيحصل وقعه لنادي الزمالك، فريق نادي الزمالك بتحصل مشاكل كتيره، مشاكل بقى هتلاقي لعيبه بتتكلم وهتلاقي اداره بتتكلم وهتلاقي الاعلام فما بيعرفوش يلموا الموضوع كله. يعني عارف حتى لو داخليا بتتلم الموضوع بيعدي، اي حتى لو حد من بره خارجيا اعلام او حد عايز يخش يعمل مشاكل مش هيعرف. زي ما بيحصل في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيخسر بتلاقي الدنيا عادي جدا الماتش اللي بعديه ومحدش يتكلم. انما هي المشكله بتيجي من جوه، هتلاقي في تصريحات كتيره من الناس اللي موجوده جوه نادي الزمالك، سواء من بعض اللعيبه او من المجلس الاداره او من الجهاز. هتلاقي الجهاز يقول لك انا مش هجدد، انا قريت انا كده، طب انا مش عارف ايه، انا مش مبسوط. لا تلاقي لعيب يقول لك انا، يعني موقف زي بتاع احمد الشناوي، يعني انا شايف ان هو يعني على سبيل المثال مثلا قبل الماتش باين ان في حصلت مشكله، محدش طلع يوضح، يعني محدش طلع يوضح. لازم واحد مسؤول من الجهاز او واحد حتى من النادي يقول الموقف كذا كذا عشان الناس تعرف، الجمهور حتى يعرف مين الغلطان. هو طبعا مبدا ان اللعيب ياخد بعضه ويمشي دي ويعترض بشكل مش كويس، ده مرفوض. انما لما تيجي لعيب بتقول له انك انت هتلعب الماتش ده، وخصوصا في مركز زي حارس المرمى، طبيعي جدا. والواحد متعود قبل كده زي لعيبه حراس مرمى كبار وعلى مدار العصور، يعني بتقول له انك هتلعب الماتش ده، مدرب حراس المرمى يقول له انت هتاخد الماتش ده، وخصوصا انك انت الجو متاح انك انت تدي مش للشناوي بس، للعيبه كلها. بيتمرن في الجيم في نادي الزمالك بعد مباراه معسكر فريق. يعني انا بكلم ان هو اللعيب اللي يعترض دي مش كويسه. انما فعلا انا شايف ان الشناوي ليه حق لازم يلعب. انت زي ما بتقول دلوقتي ان نادي الزمالك خلاص حسب بنسبه 100% ان هيطلع للدور الثاني اللي هو التصفيات الاربع فرق. فلازم الشناوي ياخد، ولازم اللعيبه الثانيه اللي هي في بعض المراكز تاخد، لان حتى لو يعني لو انت جربت الشناوي طبعا مش لعيب جه في الموسم اللي فات او اللي قبليه كان من تقريبا احسن حارس مرمى موجود في مصر، من احسن حراس في مصر، وموجود لحد دلوقتي. حصلت له الاصابه اللي جات له، بس الراجل شغال ودخل فورمه وبيقعد معاك بديل في الماتشات كلها بتاع افريقيا وفي الدوري الماتشات اللي فاتت. يجب ان هو ياخد الفرصه بتاعته، لان الراجل ده جاي اعاره، مش معقول دافع فيه مبلغ وقدره للنادي مثل مصري وما خدهمش طبعا 1,200,000 وتقريبا احمد الشناوي برضو واخد زيهم او ما اعرفش بالظبط. دافع فلوس اديله، لانك انت عبد الواحد السيد لا قدر الله ممكن يحصل اي حاجه، وخصوصا في الماتشات الحاسمه اللي جايه. انت هتلعب على بطوله الدوري مع الاربع فرق اللي هتبقى موجوده عشان تحسم الدوري. افرض لا قدر الله عبد الواحد جرى له حاجه. لا ده عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا معلومه مؤكده ان الشناوي كان عنده علم ان هو هيلعب، وعبد الواحد كان عنده علم ان هو قاعد احتياطي وما كانش فيه مشكله، بس بيقولوا الراجل يعني كان في تصريحات للشناوي بناء عليه عاقبوه ان هو لا بيهدد ان هو لو ما لعبش مش هيكمل. ما هو ازاي متفق معاه وازاي يعمل تصريحات؟ ما اعتقدش ديت، لاني اولا لازم احتويه. يعني ما هو اللعيب ده برضه يعني انت جايبه منتخب مصر على فكره، يعني الشناوي انت مش جاي انت عملته، ده جاي هو اصلا لعيب جون حارس مرمى كويس وحارس مرمى منتخب مصر، سواء كان الاولمبي او للفريق الاول، وجاي انت جايبه عشان الراجل يساعد انك انت تاخد بطوله. فالمفروض انت جات لك الفرصه ان عندك ماتشات اللي جايه على الاقل 5 ماتشات الجايين الاخرين في الدوري، لو جربت الشناوي وغيره في اكتر من مركز هيساعدوك بعد كده في الادوار اللي هي تحسم بيها من الدوري العام. ازاي يا كابتن ابراهيم ممكن تحل ازمه؟ واعتقد ان انت برضو يعني حضرتك كابتن حسام عشتوها مع عصام الحضري وكابتن عبد الواحد، تمام، ان انتوا تلاعب فرقتين تقال قوي، يكون معاك جونين تقال قوي، والاثنين يكونوا عايزين يلعبوا، والاثنين منتخب مصر دلوقتي. تمام. انا يعني انت عملت خلاص، انت عبد الواحد السيد واخد الدوري كله، واخد افريقيا كلها، ما سابش ماتش تقريبا، صح؟
الشناوي انا شايف ان هو حتى اخلاقيا هو مش عايز يعترض ولا قادر يعترض، لان عبد الواحد الكابتن بتاعه موجود وماشي كويس. فهو يعني شاف ان خلاص ان الاوان بقى ان انا ايه التوقيت دوت ان انا اخد بعض الماتشات، يعني عشان اولا عشان منتخب مصر، وعشان خاطر ان انا حارس مرمى المفروض ان انا خلي بال حضرتك يا كابتن ابراهيم مميز يعني. ان هو من جواك احساسه الشناوي كان نمره 2 بعد حسام الحضري في منتخب مصر. وجوه برادلي وكابتن زكي عبد الفتاح قناعتهم بكده. فاما اما راح الزمالك وما بيشاركش، ابتدى يخش شريف اكرامي، ابتدى يخش لا عبد الواحد السيد، ابتدى بقى عبد الواحد نمره 1. فالدنيا اتشقلبت. مع العلم ان كابتن عبد الواحد السيد كان بره تفكير الجهاز كابتن زكي او كابتن برادلي. ما انا بتكلم لازم العب على نفسيه اللي اشوف اللعيب اللي قدامي ده ايه، يعني اقعد معاه واحس واعرف ان دوت يعني كيانه ايه موجود في الفرقه او في منتخب مصر. ان جات لي الفرصه ان انا خلاص عديت ماتشات اللي هي الصعبه، ورغم ان انا ما ينفعش اقول ان انا عديت ماتش صعب ادي ماتشات سهله، لان ده حارس مرمى كبير، انا شايف ان هو مستقبل منتخب مصر. فما ينفعش ان انا اتعامل معاه بالطريقه ديت، وما ينفعش ان انا اوعده وبعد كده الاقي هل عشان يعني عايز اعمل رقم في حته ان انا افوز بعدد الماتشات. طب ما انت مش خسران، انت فكر في المستقبل، فكر ان انا اجهز البديل عشان في المواقف الصعبه. فكر ان الحارس ده جايبه بفلوس كتير. يعني انا شايف برضو يعني قرار ان الشناوي يروح النادي الزمالك ده كان قرار غلط، لان الشناوي المفروض كان اداره المصري لما تاخد قرار ان الشناوي يلعب يروح نادي يلعب، عارف ان في نادي الزمالك صعب ان يلعب لان موجود عبد الواحد السيد، فكان لازم يروح نادي على بس ده قرار الشناوي كانت رغبته هي اللي ودته. ما هو يعني مش عارف كان جاي له، ممكن كان جاي له بره، اعتقد ان كان ممكن يجي له في النادي في بلجيكا بتاع ليرس بلجيكا الباشمهندس ماجد سامي، وكان ممكن يلعب في اكتر من نادي في الدوري. محتاج ان كان يلعب الماتشات كلها عشان يوصل لفورمه عاليه جدا. انما انت راجل معاده الموسم كله، هيفيدك ازاي بقى؟ هيفيد ازاي النادي المصري بعد كده؟ هيفيد ازاي منتخب مصر بعد كده؟ لان انت بعيد عن الماتشات، بدليل ان احنا اتاثر مستواه الفتره اللي فاتت، لان لما كان بيلعب مع المنتخب وما بيلعبش في النادي كان العمليه في تغيير، في فرق كتير جدا في مستواه. فانا شايف ان دي من ضمن الحاجات اللي انا بتكلم فيها، يعني اللي هي النقطه الرئيسيه اللي بنتكلم فيها. المشكله دي بتكبر في نادي الزمالك لان في مشاكل ما بتتخلصش جوه داخليا، بالعكس المشاكل بتطلع من جوه نادي الزمالك غير نادي الاهلي، بتحتوي المشاكل بسرعه حتى لو مشاكل قويه زي اللي هي موجوده على الساحه. كان معايا 2